وبكده يكون اليوم الأول قد انتهى والمسابقة والجزء العملي خلص. ولقد حصل فريق خميس سان جيرمان على 7 نقاط. يس. وحصل فريق بلاطة سراي على 60 نقطة. غشاشين سقفوا عليا. بلاطة 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 بلاطة. بس يا حبيبي، وبكده يكون اليوم الأول قد خلص، ونلقاكم غدا في المسابقة الثقافية. تسجيل تسجيل. لا اله الا الله. وبعدين يا ولاد، ملناش نصيب نكسب في البطولة دي خالص ولا ايه؟ وايه وخلاص؟ اسمي بقى قموصة؟ مفيش حل؟ على فكره يا عم عيد انت مأفور جدا. على فكره اسم قموصه مش وحش زي ما انت متخيل بجد. انا ما اعرفش انت ليه مأفور كده. فكر في الجانب المشرق، اعتبره اسم أجنبي، قموسة لاكورونيه. يا سلام، هتوقع بيه على اللوحات بتاعتك وهتبيع بيع كده. لا يا جماعة، تغيير الاسم ده هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. ليه بقى؟ دلوقتي بابا اسمه عيد، لما نغير اسمه لقموصة كلونيا لازم نكلم كل مطاعم الدليفري اللي بنجيب من عندهم عشان يعرفوا تغيير الاسم ده عشان يبعتوا لنا الاوردر صحيح. بعتوا لنا الاوردر ايه؟ صحيح. صحيح؟ يعني هي دي كل مشكلتك؟ طبعا. الله يبارك لك يا بنتي، ريحي. ايه كل الطاقة السلبية اللي انتوا فيها دي؟ المسابقة لسه ما خلصتش. انا مش فاهمة، لسه في الجزء الثقافي ممكن نعوض فيه. وبكرة لما نكسب هنحط عليهم. ايوه، انا وشكر بكرة هنبهدلهم. بقول لك ايه، ايه الثقه اللي بتتكلمي ايه اللي هنبهدلهم؟ انت مين قال لك ان انت اصلا وشكر اللي هتشتركوا في المسابقه؟ امال مين؟ انا وتيمون طبعا. ايه اللي امال مين؟ انتوا عايزين تكسبوا في مسابقة ثقافية. ايوه يا ماما. هو في ايه يا جماعه؟ هي الايه اتقلبت خلاص. الايه اتقلبت مسابقه ثقافيه. مين اللي هيشترك فيها غير انا وتيمون؟ انت يا ابني مش قاري المجلد بتاع سلسله المعرفه؟ قاريها، بس انا قاري هي بالحروف ابجديه. انا قاري حرف الف بس، فما اعرفش اجاوب على اي سؤال غير في حرف الف. يعني فيونكه، فانوس، فريال كده يعني. ماشي، وانا هجاوب على بقيه الحروف الابجديه. اللي هي ايه بقى؟ ايه؟ اللي هي ايه بقى الحروف الابجديه؟ الباقي كله بقى. قول لي مثال. اللي هو ألف ب ت س. انت كده خلصت؟ ف. هو في حروف تانية؟ ف سوري. ألف ب ت س ف. بعد ف مفيش؟ في حروف ك. في الك اللي هي ك فور كريم. ألف ب ت س ف ك. يعني بعد الف ك. الله. بابا بصي يا بابا يا حبيبي، انا وشكر هنروح المسابقة نكسب، واحنا راجعين هنجيب لك البسبوسة اللي انت بتحبها. انتي صغنطوطة عايزة تكسبي مسابقة معلومات عامة؟ انا بابا عندي عسل ولا ايه؟ ولا جدك قموصه يعني. لا انا والنبي بابا عندي عسل. ايه ده؟ هو انتوا بتتريقوا علينا ولا ايه يا جماعه؟ يا سلام. طب هو قولا واحدا، انا وتيمون اللي هنشترك في المسابقه الثقافيه. نقطه ومن اول السطر. أعزائي الحناديق والحندوقات، جه ميعادنا مع مسابقة اغلب الحندق. حد من الجماهير هيسألني ويقول لي ايه هي المسابقة دي؟ اقول له المسابقة دي بتعتمد على الذكاء، على الفطنة، على الدهاء. هسأل كل فريق 4 أسئلة، واللي هتجاوب صح حلال عليه المسابقة. فلنبدأ المسابقة. هنسأل كل فريق 4 أسئلة، وهنبدأ بفريق خميس سان
السؤال الأول سؤال في اللغة الإنجليزية. ما المقصود بكلمة بيبل؟ وضعها في جملة مفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بكلمة بيبل هو الكابتن محمود الخطيب، والجملة بيبل 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 الله يا خطيب. إجابة خاطئة. السؤال الثاني، عربية طالعة من الإسكندرية للقاهرة بسرعة 60 كيلو متر تقابل عربية أخرى خارجة من القاهرة للإسكندرية بسرعة 180 كيلو متر. أين يتقابل هاتان العربيتان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً اللقا نصيب في كل الأحوال. تاني حاجة احتمال كبير يتقابلوا في ماستر، لو واحد وقف يعمل بيبي والتاني يشرب قهوة ممكن يتقابلوا، ده احتمال. الاحتمال التاني إنهم وارد إن هم ما يتقابلوش لو اللي هو أبو 180 كيلو ده الرادار وقفه، لأن الظابط هيعكشه وقفه جنبه في الكمين. فالإجابة الصحيحة أنا ما أعرفهاش، الله أعلم. إجابة خاطئة. الحق يا جدي، دول طلعوا أكبر من عيالك. السؤال الثالث، ما هو أطول كائن حي يعيش على وجه الأرض؟ لا دي انا عارفها، الفنان محمد نور بتاع واما. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة، الله يحرقكم. السؤال الرابع أنا عايزكم تركزوا معايا كده. السؤال الرابع، من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ مخترع الآلة الحاسبة هو بيكاسيو. لا هو اتسربع في الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. مخترع الآلة الحاسبة سمير وعلي. لا يا فندم استاذنك، هو في تعديل بسيط بس. اتفضل يا حاج. هو مخترع الآلة الحاسبة المخترع الباكستاني سيف الدين كالكليتر. سقفوا على يا بهايم. إجابة خاطئة. اقعد يا جدي، اقعد لو سمحت، اقعد. لو سمحت يا باشا، نرجو الالتزام بقواعد المسابقة، ويا ريت لو في أي لفظ خارج يخرجني معاه. اقعد يا حاج، اقعد يا حاج. وبكده انتهت الفقرة الأولى من الأسئلة. نروح بقى لفرقة بلاطة سراء. احنا كده كسبنا ولا خسرنا ولا ايه؟ لا هم لو غلطوا في واحدة احنا نكسب. بص يا عاد انت وهو، هسألكم كده شوية أسئلة سريعة وتردوا عليها بسرعة. جاهزين؟ جاهزين. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الجرار، عربية الفلاح، الفأس، سلاح الفلاح، أبو وردان، صديق الفلاح، محلاها. عيشة الفلاح. إجابة صحيحة. الحمد لله على السلامة. ايه الظلم ده؟